السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. ما تنساش قبل ما تبدا الفيديو تعمل لايك وسبسكرايب للقناه علشان الفيديو ده ناري وانا متاكد انه هيعجبك، فيلا بينا. شايف صراحه بسم الله ما شاء الله من امبارح جمهور النادي الاهلي فرحان جدا 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 ب يعني خروج الزمالك وتريقه وكلام من هذا القبيل، رغم ان كان في نفس التوقيت في مباراه للنادي المصري. المفروض يكون اهتمامك بفرقتك اللي بتلعب في نفس التوقيت امام النادي المصري، وكانت في مرحله خطر غير طبيعي بالخروج من اللقاء لولا تدخل الحكم وتدخل الفار، واللي اعطى الاولويه والافضليه للنادي الاهلي، وكان في ظلم بين للنادي المصري في مباراه امس تحكيميا، واعطى ضربه جزاء من وحي الخيال. اصل الناس تقول لك ايه، اصل في شده، اصل لما تيجي تقول للزمالك لا دي شده بسيطه، ده نوع الفانيلا لكرة فهي اتشدت زياده، فكلام هذا اللاعب هو اللي ماسك الكوره، الياس الجلاصي هو المستحوذ على الكوره، اللعيب بيعافر معاه بيشد ايده، شد الفانيلا، حسب ضربه جزاء. يعني الاثنين في ما فيهاش ضربه جزاء نهائيا. حتى في التعليمات الجديده بتاعه الفيفا الشناوي طلع على الكوره ما وصلهاش ابدا، وما فيش اي تداخل من اللاعب بيحاول ينط لكن في النهايه ما حصلش تداخل، ما اثرش على الشناوي واحرز هدف وتم الغائه. والقانون الجديد في كره القدم وفي التسلل اللي تم تطبيقه بالفعل كان هدف سليم مليون في المية، وتم الغائه من قبل عمرو الشناوي. الغريبه بقى ان وده شيء يعني غريب بصراحه يعني كابتن عمرو الشناوي وهو متميز جدا كفار اخطا ما اخطاش، ما ينفعش اللي يحلل اداؤه كابتن احمد الشناوي. كابتن احمد الشناوي ده والده. يعني انا هسال سؤال، يعني هل ينفع ابويا يحلل ادائي ويطلعني غلطان؟ هل ينفع ابويا يقول اي حاجه على طاقم التحكيم اللي كان معايا؟ ما اكيد هيحلل الاداء ان كل حاجه صح، ودي مش اول مره تحصل. كابتن احمد الشناوي يمكن حلل اداء عمرو الشناوي اكتر من 5-6 مرات، وطول الوقت مفيش ولا غلطه لعمرو الشناوي. طبيعي عمرو الشناوي اكيد بيخطئ ويصيب، لكن الوالد والمشاعر الابويه هتمنع الوالد تماما انه يطلع ابنه غلطان. فعشان كده انا من وجهه نظري ما ينفعش اليوم اللي يكون فيه عمرو الشناوي موجود على الفار انه ابوه هو اللي يحلل اداؤه. ده لا منطق من وجهه نظري. وطبعا هنا كالعاده انت قلت الحاجه وعملت ضدها. انت بتقول لجماهير الاهلي انتوا فرحانين في الزمالك ليه؟ طب ما كنتوا تركزوا مع فريقكم اللي كسب بالتحكيم. فانا هسيب موضوع التحكيم ده نتكلم فيه بعدين، وهتكلم دلوقتي في فكره انتوا مركزين مع الزمالك ليه؟ ما تركز مع فرقتك. طب انت يا كابتن خالد طالع في الفيديو ده تتكلم عن الاهلي ليه؟ ما تركز مع فرقتك. اهو بنفس المبدا، صح؟ مش انت بتقول لي انا كاهلاوي مهتم بالزمالك والنصر ليه؟ ما تشجع الاهلي والمصري وتهتم بفرقتك. انت نفسك طالع في فيديو وعامل فيديو مخصوص عشان تتكلم على الاهلي، وطالع تدافع عن المصري وتقول ان هو اتظلم وكان يستاهل يفوز. انت ازاي بتعمل الحاجه وضدها في نفس الوقت؟ ازاي بتعمل كده؟ دي اول نقطه. نيجي لموضوع التحكيم. وطبعا هنا لو تاخد بالك هو شرح ضربه الجزاء بطريقه كوميديه كده، كوميديه زي ما رضا عبد العال عمل بالظبط في الفيديو اللي انا عملته قبل كده. بيشرحوا طريقه ضربه الجزاء كانها مثلا ازاي تعمل شاي بلبن. المهم يطلع شاي بلبن، ماليش دعوه انت حطيت ايه. فيقول لك كان في احتكاك بين اللعيبه والكره كانت في حوزه اللاعب بتاع المصري. كابتن خالد اتقي الله، اتقي الله، ده العالم كله شافها، الدنيا كلها شافتها ان حسين الشحات هو اللي وصل للكره فاللاعب اضطر يشده. ده احمد سيد زيزو بيتعمل كده، بس كده، انا مش عارف هي واضحه في الكاميرا ولا لا، بس كده. ديانج عملوا كده بس في ماتش الاربعه، جه واقع ضربه جزاء. طلعت اتكلمت عليها، اتكلمت. انت لازم تقيس بمكيالين. وبعدين بقى جو الفكاهه بتاعه يقول لك التيشيرت لكره ومش لكره. كابتن خالد نكتك السخيفه دي احنا تعبنا منها بصراحه، ويا ريت تبطل تتكلم في التحكيم شويه وتقعد تقول لي بقى قوانين التحكيم الجديده والقديمه. انت اصلا ما تعرفش حاجه في التحكيم، وابراهيم نور الدين طلع قبل كده هزقك وقال لك يا كابتن خالد بطل تتكلم في التحكيم بقى، انت كنت لاعب كويس على ما اظن، انت كنت لاعب كويس بس انت بتفهمش في التحكيم. وطبعا هو عنده حق في الكلمه اللي قالها، فبطل بقى واهدى شويه في موضوع التحكيم ده. التحكيم بقى شماعه مقرفه بصراحه، زهقنا. اخيرا بعد مباراه الزمالك شفت تريقه واعملوا عمره وارجعوا، واي حد عايز حاجه من السعوديه يرجع، كنوع من والتريقه على المركز الثالث. المركز الثالث ده هو اللي خلى النادي الاهلي يفوز ببطوله افريقيا الاخيره، لان هو كان مركز ثالث في الدوري، وبقدره قادر شارك في دوري الابطال، واعترض ساعتها نادي بيراميدز، ولكن نادي بيراميدز مش نادي جماهيري ولا نادي له ظهر، وبالتالي النادي الاهلي شارك في البطوله الافريقيه. النادي الاهلي خسر بطوله افريقيا ولعب في كاس عالم الانديه كوصيف. يعني كميه التريقه اللي الزمالك بياخدها ده بيدل على قيمه الزمالك. قال لك كميه التريقه اللي الزمالك بياخدها بيدل على قيمه الزمالك. لا عقل، لا منطق، لا تفكر، استمع فقط. هو ماشيين بالمبدا ده.
اللي بيصدمني وبيزعلني ان في ناس بتصدق الكلام ده، ان في ناس بتشير فيديو زي ده ويكتب ويحط عليه قلب ويحط عليه مثلا يقول لك الحراق. حراق ايه يا ابني؟ اهبل مين يا ابني اللي يسمع ده وما يضحكش؟ عبيط مين يا ابني ومجنون مين اللي يسمع الكلام ده ويصدقه؟ بيقول لك المركز الثالث اللي الزمالك اخده ده اللي انتوا بتضحكوا عليه خلى الاهلي اخد بطوله افريقيا. طبعا هو هنا ضرب بالعقل والمنطق عرض الحائط ونسي مشوار الاهلي الكفاحي في بطوله افريقيا، واقتصروا في فكره ان الاهلي كان ترتيبه الثالث في الدوري. طبعا احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير بس انا هعيده عشان الناس اللي بتسمع الفيديو. الاهلي يا كابتن خالد يا اللي بتاكل بعقول الناس حلاوه، اتحاد الكره قال له ان نتيجه الدور الاول بترتيب الدور الاول هي اللي هتعتمد افريقيا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان ترتيب اول 3 فرق في الدوري هو ده اللي هيروح للكاف، فالكاف هيعتبر المركز الاول والثاني دوري ابطال والثالث كونفدراليه. في نهايه الدور الاول كان الزمالك والاهلي في المركز الاول والثاني وبيراميدز كان في الثاني، علشان الدوري كان متاخر كالعاده فكان مضطر يريح لعيبه وكان عنده بطولات ثانيه كتير بينافس فيها، فكان بيلعب بالبدله. واحنا طبعا فاكرين الماتشات الشهيره دي اللي كنا بنجرب فيها كل اللعيبه في الفتره الاخيره مع موسيماني، فكان طبيعي انه يخسر ويتعادل مع كل الفرق، فعشان كده بقى مركز ثالث في الدور الثاني. لكن هو كان مركز ثاني يا كابتن خالد في الدور الاول. طبعا هو عارف كده، يعني طبعا خالد الغندور عارف الكلام ده كويس ومتاكد منه، لكن زي ما قلت لك من شويه هو ما بيقولش اللي هو عاوزه وما بيقولش اللي هو مقتنع بيه. اما بالنسبه لمشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه اللي هي حرقاه قوي دي، لما الاهلي خسر نهائي افريقيا من الوداد بطوله وعدت ورحنا اخدناها منهم تاني في المغرب، الاهلي شارك في كاس العالم للانديه اولا لان البطوله كانت بتنظم في دوله عربيه، فلازم من كل دوله عربيه يروح نادي. مين بقى بطل افريقيا؟ النادي الاهلي. مين بقى الاكثر شعبيه في افريقيا؟ النادي الاهلي. مين اللي يروح اي بطوله يرفع من شانها ويرفع من قيمتها التسويقيه؟ النادي الاهلي. انت عارف يا كابتن خالد الاهلي لو صاحب المركز الاخير في الدوري وما بيروحش اصلا افريقيا بقى له 10 سنين وجات بطوله اتنظمت في دوله عربيه هيختاروا الاهلي، وهو ده اللي حارقكم وهو ده اللي تعبكم. بس كفايه ضحك اول حد هنا، اشوفكم في فيديو جديد. سلام يا اجمد اهلاويه.